تخيل معايا لو في يوم من الأيام وأنت واقف قدام نهر وبصيت فجأة لقيت حاجة ضخمة جدا بتتحرك تحت السطح، وبعدين تطلع لفوق وتطلع بخار من فتحة في راسها. المنظر ده مألوف في الأفلام الوثائقية عن المحيطات، لكن صعب جدا تتخيله بيحصل في بحيرة أو نهر أو أي تجمع مية عذبة. على طول يجي السؤال، هو ليه الحيتان رغم ضخامتها وقدرتها العجيبة على التأقلم في البحر مش ممكن تعيش في المية العذبة زي الأنهار أو البحيرات؟ لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اللي لازم نعرفه الأول إن الحوت مش سمكة زي ما ناس كتير فاكرة، لكنه ثدي عملاق بينتمي لنفس الفصيلة اللي بترضع صغارها وبتتنفس برئة زي الإنسان. شكله الخارجي بيشبه السمك علشان يعيش في المية، لكن طريقة تنفسه، تكوين جسمه، وحتى طريقة ولادته وتربيته لصغاره أقرب للبشر والحيوانات البرية من الأسماك. وده في حد ذاته بيخلي أي بيئة يعيش فيها مرتبطة بشكل مباشر بطريقة جسمه في التعامل مع المية والهواء. أول سبب بيخلي الحيتان مش قادرة تعيش في المية العذبة هو ببساطة موضوع الحجم. الحوت الأزرق مثلا أكبر كائن حي على وجه الأرض، وزنه ممكن يوصل ل 170 طن وطوله أكتر من 30 متر. الكائن الضخم ده محتاج مساحة مفتوحة جدا. الأنهار والبحيرات مهما كانت كبيرة بتفضل محدودة وضيقة بالنسبة لحيوان بالحجم ده. المحيطات بقى واسعة بلا حدود، وده اللي بيخليها البيت الطبيعي اللي يقدر يعيش فيه مرتاح. لكن مش الحجم بس هو اللي فارق، في نقطة أهم، وهي إن الحيتان متأقلمة بيولوجيا على المية المالحة. جسم الحوت اتبنى بطريقة تخليه محتاج تركيز معين من الأملاح علشان يحافظ على توازن السوائل فيه. لو دخل بيئة عذبة التوازن ده بيختل ويحصل عنده مشاكل في جسمه وممكن يؤدي لوفاته. الملح هنا مش مجرد طعم، لكنه عنصر أساسي في بقاء الكائن نفسه. زي ما في كائنات نهرية تموت لو اتنقلت للمحيط بسبب زيادة الأملاح، الحوت العكس تماما. المية العذبة بالنسبة له شبه بيئة معادية. كمان لازم نفكر في الغذاء. الحيتان الضخمة خصوصا الأزرق بتعتمد في أكلها على كائنات دقيقة جدا زي الكريل والبلانكتون، ودي بتعيش بأعداد هائلة في المحيطات. الحوت في الوجبة الواحدة ممكن يدخل آلاف الكائنات الصغيرة دي. الأنهار والبحيرات ببساطة ما فيهاش الكائنات دي بالكميات اللي تكفي، وبالتالي الحوت مش هيلاقي أكل مناسب. حتى لو لقى شوية سمك أو نباتات مائية مش هيكفوا جسم بالحجم ده. يعني ببساطة البيئة العذبة مش قادرة توفر اللي هو محتاجه علشان يعيش. كمان الحيتان مش مجرد كائنات ضخمة عايشة في مكانها وبس، دي كائنات مهاجرة بيسافروا آلاف الكيلومترات كل سنة بين مناطق التغذية ومناطق التقاصر. المحيطات المفتوحة بتديهم الطريق الحر علشان يعملوا الرحلة دي، لكن الأنهار والمحيطات بتبقى طرق مسدودة، مجرد أماكن مغلقة ومش هتسمح لهم يعملوا الهجرات اللي حياتهم مرتبطة بيها. ورغم كل ده حصلت في التاريخ وقائع غريبة. في بعض الأحيان دخلت حيتان أنهار بالخطأ، السبب غالبا بيكون إنها ضاعت أثناء الهجرة أو اتلخبطت بسبب التشويش الناتج عن أصوات السونار اللي بتستخدمها السفن. وفي معظم الحالات الحيتان دي بتموت لأنها مش عارفة ترجع للبحر أو جسمها مش قادر يتأقلم مع المياه العذبة. وده بيأكد إن الأنهار مش بيئتها الطبيعية. بعض أنواع الدلافين فعلا بتعيش في الأنهار زي دولفين الأمازون الوردي، لكن الفرق هنا إن الدولفين حجمه أصغر بكتير، ربنا خلقه بطريقة مناسبة للبيئة دي. لكن الحيتان الضخمة عمرها ما مرت بالتطور ده. يعني الطبيعة وزعت الأدوار بذكاء، ده يعيش هنا وده يعيش هناك. اللي بيزود الغموض أكتر هو فكرة انتحار الحيتان الجماعي. ساعات نسمع أخبار عن عشرات الحيتان اللي طلعت للشاطئ وماتت. العلماء لحد دلوقتي مش متفقين عن تفسير واحد، لكن من الأسباب المحتملة إنهم بيتلخبطوا في الاتجاهات بسبب المجال المغناطيسي للأرض، أو بيتأثروا بالضوضاء الصناعية تحت المية. وفي بعض الحالات بيدخلوا أماكن ضحلة جدا قريبة من الشاطئ أشبه بالأنهار، وهناك بيموتوا لأنهم مش قادرين يرجعوا للمحيط. ده يورينا قد إيه البيئة الطبيعية للحوت حساسة جدا، وأي خروج عنها بيكون نهاية مأساوية. من الناحية الثقافية والأسطورية الحوت كان دايما رمز للرهبة والقوة. في قصص دينية وحكايات شعبية وأساطير
من حضارات مختلفة دايما بيتصور ككائن ضخم ومرتبط بالمحيط العميق، عمره مرتبط بالنهر أو المياه العذبة. وده مش صدفة، البشر عبر التاريخ حسوا إن الحوت ليه علاقة مباشرة بالبحر الكبير المجهول، البحر اللي ملوش نهاية، اللي يرمز للحرية واللانهائية. فالجواب النهائي ليه الحيتان مش بتعيش في المياه العذبة لأنها مش متأقلمة مع البيئة دي، لا من ناحية الحجم ولا من ناحية التكوين الجسدي ولا حتى من ناحية الأكل أو السلوك. لو دخلت المياه العذبة بالغلط تبقى مجرد رحلة قصيرة جدا بتنتهي غالبا بالموت. الحوت اتخلق علشان يكون ملك المحيط، والأنهار والبحيرات مجرد حدود ضيقة جدا ما ينفعش يعيش جواها. ولو وصلت معايا لحد هنا يبقى أنت فعلا مهتم بالرحلة دي في عالم الحيتان. ولو عاوز تكمل معانا وتعرف أكتر عن أسرار الكائنات العجيبة، ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. واستناني في الحلقة الجاية، يمكن نكتشف سوا أسرار أغرب وأعمق من اللي فات.